الوقف من أفضل الأدوات التي تصلح لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وكذلك تكون نقطة الالتقاء بين قطاع الأعمال والعمل التنموي، حيث سيكون له أوجه اقتصادية واجتماعية في ذلك الوقت. على المستوى المجتمعي والوقف اللي طرحه الأستاذ أحمد وكيل يشغله تماما، لأنه مدرك أن جزء من هذا هو أسيب بساته، لأن طبعا احنا الحقيقة في الحديث امبارح حوالي 3 ساعات، والنهارده برضه كان حاجة مكملة في إطار كيف تتعاون وزارة الأوقاف مع محافظة الإسكندرية في العشوائيات، في مولات الباعة الجاهلين، في أراضي للباركينج، في بناء مثلا منطقة زي الماكس، منطقة زي وادي القمر، يعني بشكل واضح وصريح، في مول المتحدة اللي هو 3 أدوار و3 أدوار للباعة الجاهلين، في المعهد الديني، شارع المعهد الديني ممكن نتعاون في ايه؟ في المناطق اللي موجوده في العصافره فاضيه وممكن نستخدمها باركنج دلوقتي، اشياء كثيره تم طرحها امبارح والنهارده، بالاضافه لتفعيل حاجات البيروقراطيه وقفاها، يعني في اشياء دون الدخول في التفاصيل بقى لها 6 7 سنين لمجرد ان الورقه دي اسمها رخصه جديده ولا تعديل ترخيص، يعني حاجات ممكن تتوه لو ما قعدناش مع بعض وحددنا مواعيد نقعد نلف فيها طول العمر، لان في كلمه اتكتبت زياده وناقصه، واللي شافها وهي بتتكتب ومدرك انها توقف الدنيا سابها تمشي عشان توقف، وعلى ما نتقابل تاني وعلى ما الدنيا تتغير تاني تكون الامور فيها امور، بالاضافه ان في حسم واضح دون تصريح لمخالفات على اراضي. واستمع الى رؤيه اقتصاديه ووطنيه ثاقبه، إلا أنني لا أقول فاجأني، وإنما أدهشني بحديثي عن الوقف، ودون مجاملة سنستأذنه في نسخة من الكلمة التي ألقاها حقيقة، لأن الآن لا حقيقة، الآن نعد بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية واهتمامه الشخصي بأمر الوقف، وبالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء نعد خلال أيام تعديلا لقانون الوقف. وزي عبد ما قال الحقيقة، قال إن إحياء حياة في كلمات إن شاء الله ناخدها بنصها كده هنحطها في الدباجة. قال إن إحياء، وطبعا قبل ما ابدا احنا يسعدني يكون معايا الاخ المهندس صلاح الدين رئيس هيئه الاوقاف، والسياده المستشار محمد السلام مستشار فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر ووزاره الاوقاف، وهو المستشار القانوني للوزاره، فهو هياخد كلمه اعمل بيه وحولها لمواد قانونيه مع المواد اللي معانا، واحنا عندنا امل ان خلال 3 ايام، يعني لو وعدت رئيس الوزراء ان نقدم له نصوص المشروع قبل يوم الاثنين المقبل، فكأن توافق الخواطر جاء في وقته، ومنه مسألة الوقف الأهلي اللي جاء في كلام أحمد